قد تم التواصل مع معظم القوى والتيارات السياسية والثورية والتي تعتبر تم التواصل مع معظم القوى والتيارات السياسية والثورية والتي تعتبر ميدان التحرير رمزا لها. استنكرت كل القوى السياسية هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل تلك العناصر التي تصر على ارتكاب أفعال تعد جرائم وتعد إتلافا من شأنها تعكير صفو الأمن العام. على ضوء إخفاق المبادرات المتتالية لإيقاف تلك الاعتداءات، وانطلاقا من التزام أجهزة الأمن ومسؤولياتها عن حفظ الأمن وحماية المنشآت الهامة والدبلوماسية والسفارات الأجنبية، وذلك وفقا لالتزامات مصر الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، فإنه يتم الإعداد لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة عناصر الشغب والتي لا تمثل أي من القوى أو التيارات أو الحركات السياسية أو الرياضية باعتبارهم خارجين على القانون لقيامهم بالتعدي وإتلاف المنشآت العامة والدبلوماسية، وعلى رجال الشرطة أيضا وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر. ده البيان اللي جه من وزارة الداخلية تعليقا على الأحداث التي تتم الآن أو التي يشهدها الآن محيط السفارة الأمريكية وأيضا ميدان التحرير.